السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة امل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهارده كده الاوردر بتاعنا ايه. هعمل تورتايه مقاس 25 في 30 ب 400 جرام دقيق اسبونج واربع بيضات ونص كوبايه ايه من الميه. خلاص، هيبقى دي مقادير التورتايه مقاس 25 في 30. هتطلع معايا حلوه جدا جدا وارتفاعها حلو كمان. ويلا بينا كده هنشوفها كده بعد ما ايه نضرب الخليط ده كله ونطلعها من الفرن ونشوفها مع بعض. تعالوا كده ايه بعد ما طلعتها من الفرن كده وبردت على الاخر، شايفين ما شاء الله عليها حلوة جدا وارتفاعها كان جميل كمان. دي عملتها في الصينية اللي انتوا شايفينها دي، اللي في كل بيت يعني عندنا طقم الصواني المستطيل ده. عملتها في الصينية ايه الوسط. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين طلعت معايا حلوة جدا جدا. طبعا ايه دهن الصينية سمنة او زيت، وحاطة في ايه قعر الصينية ورق زبدة او ورق كراسة بس تكون نظيفة يعني. وتحطي فيها الخليط كده وتدخليها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. هتطلعيها كده من الفرن وبعد ما تبرد على الاخر زي ما انتوا شايفين هروح بقى جايبين السكينة كده بتاعت التورتة وهنشيل كده ايه وشها كده زي ما انتوا شايفين. خلاص انا مش هشيل حاجة منها خالص غير الوش بتاعها عشان ده بيبقى لم الزفارة عامة بتاعت التورتاية. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ده بعد ما بردت على الاخر كانت جميلة جدا والله العظيم بجد. هي مش مستحملة ان انا كمان اقطعها كمان، يعني انا قطعتها على 3 ايه طبقات زي ما انتوا شايفين عشان انا هي ارتفاعها حلو. هي لو مدورة معايا انا كنت قطعتها على 4 طبقات، فعشان دي طبعا مستطيلة فهعملها كده على 3 طبقات. وكانت كل طبقة حلوة يعني حجمها حلو وارتفاعها حلو كمان. خلاص هقطعها كده زي ما انتوا شايفين ونرجع تاني هنشوف هنعمل ايه كمان مع بعض. تعالوا كده ايه بعد ما قطعتها طبعا معايا الكريمه ومعايا الطبقه اللي احنا ايه هنحط عليها التورتايه. خلاص الكريمه جبت ايه كوبايه من الكريمه، مج الشاي كده من الكريمه. خلاص انا جبت كده ب50 جنيه كريمه، بس اهم حاجه نوعيه الكريمه تكون خام وحلوه. انا جايباها بدون سكر طبعا. كوبايه من الكريمه على نص كوبايه من السكر على كوبايتين ميه. خلاص هو دي ايه المقادير بتاعت الايه الكريمه بتاعتي. جبت كده طبقة من التورتاية. طبعا ايه سقيتها كده بالشربات الخفيف واحط كده ايه طبقة من الكريمة. خلاص حطي ايه كل ما تحطي طبقة من التورتاية اسقيها كده من الشربات الخفيف زي ما انتوا شايفين. لو انتي حابه يعني ما تحطيش شربات عادي. انا عندي كمان التورته بتاعتي طريه جدا وحلوه فمش محتاجه كمان ان انا احط لها ايه شربات. بس انا بحب كده اطعمها كده وتبقى طريه معايا كمان اكتر من جوه. فايه بديها رشه خفيفه كده من الشربات الخفيف. تعالى يعني انا بصوا الطبقه الاخيره دي اتقسمت مني عادي هحطها كده برضو. سويها كده وهتبقى حلوه برضو. لو كمان يعني لو اتقسمت منك هتقولي لا دي مش هتنفع، لا هتنفع. حطيها عادي خالص يعني ايه، بس اهم حاجه تكون ايه الطبقه التورتايه الطبقات قدام بعض يعني. سقيتها كده من الشربات الخفيف واحط بقى ايه طبقه الكريمه هغلفها كويس جدا جدا من بره يعني هجلسها كده من بره. بصراحة كانت جميلة جدا وارتفاعها كان حلو جدا كمان. اهو حطي كده يعني حطي كريمة. اهم حاجة ما تخليش ايه التورتاية ظاهرة معانا كده ايه من الكريمة. يعني حطي كده واديها حقها كده من الكريمة عشان تبقى حلوة معاكي وتعرفي ايه آه تزينيها كويس يعني. خلاص طبعا هجيب الاسكرافر المشرشر عشان ايه هسوي بيها الكريمة كده زي ما انتوا شايفين اهو. انا عامه بحب كده اعمل التورتايه بالسكرافر المشرشر ده بيبقى جميل جدا. السنون الضيقه دي بتبقى حلوه جدا وشكل التورتايه بيبقى جميل بصراحه يعني. اهو كده الاول لو اول ما تساوي كده وتلاقي التورتايه ظاهره معاكي حطي كده كريمه وساوي بالسكرافر عادي خالص يعني ايه هتبقى حلوه معاكي يعني. اهو هجيب كده السكرافر ايه متساوي كده وهساوي كده التورتايه من فوق اهو كده عشان ايه طبعا نعرف ايه نزينها كده ونحط بقى الصوصات اللي احنا عايزينها وتبقى ايه شكلها حلو كمان. حطيت كده كريمة برضو وهساوي بقى ايه بالسكرافر برضو زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى ايه جبت منديل كده نضيف. وهنمسح كده حوالين التورتايه عشان ايه ما يبقاش بقى ايه الطبق كده ملخبط معانا يعني.
هنسويها كده ونمسحها، نمسح حواليها عشان يبقى مكاننا نضيف كده وحلو. هجيب بقى ايه القمعة بتاع الكريمة اللي احنا بنعمل بيها الايه البيتي فور. خلاص، وهعمل كده هقسم التورتايه نصين، هعمل التحبيكة الحلوة دي. وهنقسم التورتايه كده ايه نصين. طبعا هو عامة يعني متقسمتش معايا كويس جدا، يعني النصين مش قد بعض، بس حلوة وكانت جميلة بصراحة يعني. اهو كده شايفين كان شكلها بصراحة تحفة وجميل جدا جدا. معايا كده ايه صوص المانجا اللي انتوا شايفينه ده، هعمل نص مانجا ونص فراولة. خلاص، انا عامه بعشق التورته اللي بيبقى فيها الصوصات دي، بتبقى جميله بصراحه، جميله جدا جدا جدا. انا بستبعد التورت اللي بيبقى فيها فاكهه، يعني انا بصراحه ما عملتهاش قبل كده، يعني ما حدش طلبها مني. بس انا كنت بشتريها قبل كده، يعني بستبعدها خالص التورته اللي بيبقى فيها فاكهه، بعيده خالص يعني. الفاكهة عامة لو التورتاية قعدت معاكي يوم او يومين هتبوظ التورتاية وهتخلي طعمها وحش. الصوصات دي مهما تقعد معاكي التورتة بيبقى طعمها حلو جدا وبتبقى جميلة بصراحة. حطيت كده النص مانجا، واحط كده ايه النص فراولة زي ما انتوا شايفين كده. هجيب المعلقة كده وهنساوي، بس على قد ما تقدري سوي بالراحة بقى، عشان بصوا بصراحة التورتاية دي الجو كان حر جدا جدا عندي في المطبخ، فكل شوية كده يعني اعمل حاجة واحط التورتاية شوية في التلاجة عشان الكريمة متسحش مني. يعني يعني ازوقها شوية واحطها شوية في التلاجة، عشان برضو الكريمة ببقى واخده بالي، عشان الكريمة ما تسحش مني يعني في الجو الحر اللي احنا فيه دلوقتي. خلاص، اهو كده بصوا كانت جميلة جدا جدا وحلوة يعني بصراحة، ما في احلى من كده. برضو بنفس القمعة اللي احنا ايه، يعني انا هشتغل كل التورتايه بالقمعة اللي انتوا شايفينه ده، بقمعة الايه البيتي فور. ده بصراحة بيدي شكل حلو جدا في التورتايه يعني. اهو هحزم التورته كده من تحت حواليها. لو انت كمان مش حابه سيبيها كده، بيبقى شكلها حلو كمان ورقيقه جدا، لو انت كمان ايه ما حزمتيش التورتايه كده بالشكل ده، لو انت يعني عايزه تسيبيها يعني. تعالوا بقى ايه برضو هعمل داير ايه التورته زي ما انتوا شايفين كده. هعمل جنب واحد يعني بالروزيتات الجميله دي، وهعمل كده وردايه كده في النص، وايه وهعمل الروزيتات حواليها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو بصراحة هيدي شكل كده في الاخر حلو جدا. وهعمل برضو نفس الوردة كده في الجنب التاني، يعني هي بسيطة خالص خالص ما فيهاش اي حاجة، وكانت بصراحة جميلة جدا يعني. ما فيهاش اي حاجة كده، يعني حبة هو الكريمة والصوصات وحبة كريسبي كده. جبت كريسبيتين لونهم احمر، وحطيت على كل ورد كده كريسباية، وبرده كريسبي كده من لون الموف على الصوص الاصفر، واتنين اصفر على اللون الاحمر. وهكتب كده الاسم، يعني كانت صاحبتها قالت لي اكتبي عليها كوكي كده زي ما انتوا شايفين الاسم دوت. فكتبت كده ايه بالاحمر كريمه يعني، وحطيت عليها لون احمر، اللون الجيل اللي احنا بنشتريه كده للطرط. وكتبت ايه على اللون الاصفر زي ما انتوا شايفين، يعني انت هتشوفوا التورتايه كده دلوقتي كانت جميله جدا. وحطيت كده ايه حبه كريسبي اصفر وحبه كريسبي كده فضي كده على الصوصات اللي انتوا شايفينها دي. ودي كانت التورتايه بتاعتي، كانت جميله جدا جدا، هتشوفوها معايا دلوقتي. رقيقه جدا وحلوه ما فيهاش اي حاجه خالص. وده كان الاوردر بتاعنا، كان جميل جدا، اتمنى يكون عجبكم. طريقة حلوة وسهلة جدا. لايك للفيديو وشير للقناة لأعمال ايديا مع ام كريم، بحبكم في الله، ومتنسيش اللايك من ايدك الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.